كلنا شفنا اللي حصل للاعب امام عاشور واتاثرنا لما هو بكى وجه يخرج من الملعب في ماتش الاهلي وانتر ميامي. بصوا يا جماعه، اصابه عظمه الترقوه هي اصابه مش هينه، بس في نفس الوقت لها طريقه ولها علاج ولها تعاملات، ونقدر بعد التثبيت وبعد العلاج الطبيعي نرجع كأن ما حصلش اي حاجه. ايه هي عظمه الترقوه؟ دي العظمه اللي موجوده هنا وبتربط ما بين مفصل الكتف وعظمه القص. هي عظمه ممكن تتكسر، ممكن تتثبت بمجرد علقه كده لو الكسر بسيط جدا. لو في تفتت في الكسر او الكسر جامد شويتين بنضطر نحط تثبيت شرايح ومسامير، وبنقعد حوالي مثلا اسبوع بعد الجراحه مريحين شويه. نبدا علاج طبيعي في اول اسبوعين. اول اسبوعين راحه تامه للكتف مع تحريك لمفاصل الصوابع ومفصل المرفق، بس لازم نعمل ده عشان نتجنب التيبس. من الاسبوع الثالث بنبدا تمارين حركه تدريجيه للكتف، تمارين سلبيه، يعني هو ما بيعملش حاجه والدكتور هو اللي بيحرك ايديه عن طريق تحريك مفصل الكتف. من الاسبوع السادس بنبدا تمارين تقويه لعضلات الكتف والصدر والظهر بس تدريجيا. من الاسبوع الثامن لحد الاسبوع العاشر بنبدا تمارين التاهيل. يعني ايه؟ يعني ازاي ارجعه للملعب تاني. تمارين اتزان، تمارين تقويات زياده شويه باحمال زياده، حفظ على الترامبولين عشان نشوف الجامب بتاعه هيكون عامل ازاي بعد الاصابه. تمارين تاني ترجعه بشكل كامل للملعب كانه لاعب طبيعي مفيش اي مشكله. طيب في سؤال، هل امام عاشور هيرجع يلعب كوره تاني زي الاول؟ اكيد طبعا، قولا واحدا هيرجع يلعب بنفس المستوى القديم وافضل، بس لازم يتم علاجه للاخر، سواء علاج طبيعي باسابيعه او تاهيل. ان بطلنا امام عاشور عنده عزيمه وعنده اصرار انه يرجع افضل من الاول، وكمان معاه فريق طبي على اعلى مستوى وعلاج طبيعي على اعلى مستوى، وان شاء الله هيرجع عن طريق العلاج الطبيعي وعن طريق التاهيل الطبي اللي هيتعمل له في النادي لاحسن من المستوى القديم. لو عندك اي استفسار او اصابه سيبها لي تحت في التعليقات وانا هرد عليها بنفسي. دكتور محمد حسين، استشاري علاج طبيعي والتغذيه.